أول حاجة خلينا نبدا نشوفو القهوة ديالنا بغيت نبدا خلينا نشوفو بعدا واش فيها السكر ولا لا. بارك الله ما عمرنا هاد السكر هادي كاع ما تحتاج شي سكر مثلا جيبي ليه معلقة. المهم علينا إيوا صافي. المهم نبداو من بعد ما القهوة ديالنا تسد ساعدكم نتوما القهوة بعدا نجيب لي واحد الكاس بعدا كبير عامر بالسكر ما عرفت كي داروا ليها. المهم صافي هادشي هذا ولا كاين دابا حنايا نهضروا على كيما قلنا حنايا واش المغاربه بصح زوينين كيما كيبانوا ولا لا، واش بصح زوينين كيما كيقولوا عليهم ماشي كيما كيبان. سوري على العباره ولكن زعما كيما كيقولوا عليهم. اولا نبداو بعدا بتقسيم كلمات زعما زوين، كلمات زعما الزين بعد. الا بغينا حنا نديروها من داخل مثلا المغرب كلمه زوين، حنايا مثلا كلمه زوين عندنا معنى اخر زوين زعما تيبان زوين وفي نفس الوقت زوين يعني حتى في التعامل تيتعامل زعما مزيان. لان حنايا مثلا في المغرب عندنا بزاف ديال زعما الاخر الاشكال اللي نقدر نقولها مثلا بالعربيه الشكل، وبزاف زعما اللون مختلف اللي عندنا ابيض اللي عندنا اسمر اللي عندنا كحل، اللي طويل الرقيق اللي غليظ اللي غليظ. حنا ما عندناش هذاك مثلا الفرق. مثلا في شي دول كاين اللي كتكون مثلا انسان غليظ ولا انسان رقيق بزاف تيعيبو ولا شي حاجه، يعني هادشي كاين يعني، ولكن ما كاينش بكثره لانه ما تيخليش كانه حضاره او يعني واحد الحضاره مجتمعيه بغينا نقولوا مثلا بحال هكا. حنايا مثلا بغينا نهضروا شي سيجي سبحان الله العظيم اصلا ما تيكونش عندنا مثلا العبارات داكشي علاش شي مرات تندخلوا العربيه، تندخلوا اللغه العربيه ولا تندخلوا شي كلمات فرونسي، حيت كاين مثلا شي مرات لان يعني ما كاينش مفردات ولا كيفاش تعبر عليها بطريقه ديال زعما الدارجه، وحتى باش يعطي واحد القيمه كان شي مرات ندخلوا اللغه العربيه اللي كنشرحوا بها بواحد الوصف شكون شويه زعما دقيق. المهم هادشي اون جينيرال زعما هي انك اون جينيرال بغيت نقولك زعما خاصه. المهم الا بغيت زعما نتفكر شي حاجه اخرى خليني نشوف، حيت اصلا ما كتبت زعما شي سكريبت على هادشي هذا، ماشي هادشي اللي كنقول لكم من راسي، يعني خلاصه ديال المجتمع، يعني داكشي اللي عشت فيه انا كانسان كبير في المغرب وكلشي. المهم صافي هضرنا على يعني الانسان في المغرب مختلف من حيث البنيه الجسميه، من حيث يعني حنايا عندنا مفهوم الجمال كيجي مثلا الا بغينا نقولوا الجمال مثلا عندنا كما كنقولوا زعما مفهوم الجمال حنايا مثلا في الدول الاخرين زعما يكون الانسان غير رقيق، يكون زعما بحال الموديل رقيق، ما يكون زعما يعني ما يكون زعما غليظ ولا يكون زعما بزاف ولا شي حاجه بحال ثاني حاجه اللي قلنا هي العقليه، يعني حنايا العقليه الانسان زوين كنقولوا يعني عقله زوين، فهمتي؟ يعني حيت المغاربه تبارك الله عليهم يعني انسان ناس ذكيين، يعني فهمتي ناس ذكيين، لهذا هما كيعرضوا ان الجمال الحقيقي هو الجمال الداخلي. لهذا حنايا تنقولوا مثلا اذا كان الانسان زعما زوين وجهه وزوين سلاخو كنقولوا الله يكمل عليه تبارك الله ما شاء الله تبارك الرحمن، يقولوا بالدليل بحال اللي يفهموش هذا الانسان غلب وحتى خاصه زعما حتى الا الانسان مثلا ما كاش كاع زوين حنا مثلا نعرفوا في وجهه مثلا بيشوف
يكون متوسط الجمال، دايما كان غير عقليته زوينه وانسان مؤدب ومحترم وكذا، يعني كون هذا انسان زوين. حنايا في المغرب هكذا يعني الثقافه ديالنا راه كيفاش كبرنا كنحترموا الانسان انه يكون يعني كنعطيو هذا الجمال الداخلي، يعني انه يكون اكثر نتكلموا على الجمال. من بعد هذا هو التصنيف الملاحظ كيفاش حنايا كنشوفوا في المغرب الجمال، يعني كلمه زوين اللي حنايا طلبنا منها من بدينا الفيديو دابا كلمه زوين. من بعد غادي نجيو نقولوا مثلا كيفاش حنايا وكيفاش تيبانوا المغاربه للناس المغرب. الا جينا نشوفوا مثلا المغاربه بدانا مثلا المغربيه من شكل الملكه الامويه، كيفاش بنت ليهم يعني الانسانه كنشبه اغلب الشبه، يعني الا بغينا نشوفوا الشبه ما نقدرش نقول زوينه ولا ما زويناش، مي الشبه اللي غادي نقول لكم كيقول لك كتشبهي هما صحاب ليهم. انا ماشي اللي كنشبههم مي هما صحاب ليهم، بانني انا اسمي ليا بداو يضربوا معايا سميو ليا تسمى زعما صحاب ليهم لاتين امريكا بداو يضربوا معايا سميو ليا كاين لا مغربيه. المهم اغلب الناس يشبههم اما اسبانيول اما امريكا تيشبهوا ليهم. المهم هي هذه يعني الا بغيتي تقول مثلا كلمه زوين مثلا كتشبه الاوروبيين ولا ماشي. المهم نقول لكم كيفاش زعما حنايا تنبانوا للناس الاجانب. اغلب اللي بان لي انا تنشبهوا يعني الاسبان ولا الناس سميو نقولوا لهم حنايا، يعني هذه ربما هي واقع لانه بحكم انهم كان الاستعمار وكل شيء يعني تخلطت القضيه كما كنقولوا تخلط الامور. ربما انه شويه تيجبد تيحمم. وبالنسبه مثلا كاين اللي تيشبه يعني حنايا داكشي اللي انا قلت لكم من الاول حنا كنمثلين او يعني كتختلف حنايا عندنا في المغرب لان كاين اللي كيشبه مثلا اسيويين كاين يعني حنايا عندنا مختلف بزاف. هذه النظره للاجانب للمغاربه يعني نتايا بحكم هذيك المعيار ديال الجمال ديالك يعني نتايا غادي تحدد هذا الانسان زوين ولا ما زوين. وتبارك الله المغاربه يعني معروفين في العالم بواحد كيفاش نقول لك واحد البنيه جسمانيه واحد لي زاسبي اللي كتكون مثلا في الفيزاج ولا لي زاسبي اللي كتكون في الوجه. نهضر معكم بالعربيه اللي كتكون في الوجه وكل شيء اللي كتكون مثلا مختلفه شويه على مثلا على الدول الاخرين كتخلي ان الناس يبغيو المغاربه اكثر. مثلا حتى ان بالنسبه للاسيويين يعني كيدوروا على عينين يكونوا كبارين يعني ما كبارينش بزاف يكونوا كبارين فهمتي كيعجبهم الفم يكون كبير. يعني واحد المعايير اللي كتغير فهمتي كتغير المعيار ولا المقياس ديال الجمال ما بين الدول تاع صافي. هذا هو يقدر هذه خلاصة الموضوع بالنسبة للجمال عند المغاربة ولا وتوصح المغاربة زوين كما كتشوفون فيهم. يعني نتوما غادي تحددوا هذه الانسان زوينه لا ولكن كتبقى كمغرب يعني فيه الناس تبارك الله لان العقليه كما قلت لكم حنايا المعيار ديالنا الاكبر هو العقليه الانسان. لان العقليه ديالهم يعني كيكون العقليه ديال الانسان زوينه يعني ان الانسان زوين في الداخل ديالو الانسان خير كنقولوا الناس مربي تبارك الله عقلي محترم. يعني هاد الكلمات كلها كتدل على انسان انه زوين. نقولوا هاد الكلمات يعني كنقولوا انسان صافي. هادشي هي خلاصه القول. والمهم نخليكم هنايا في هذا الفيديو هذا قولوا لي في التعاليق كيف كتشوفوا الانسان المغربي واش بصح المغاربه زوينين. يلا تهلاو ليا في راسكم. السلام عليكم في الفيديو الجاي.